اليوم بنروح نجرب الفطور السوداني. اهلا اهلا وسهلا. يا مرحبا. مرحبا يا مرحبا، السلام كيف عليكم، حالكم؟ كيف الحال؟ ان شاء الله كويس. طيبين. شرفت والله، شرفت. لنا الشرف والله. يعطيك العافية. السلام عليكم، بارك كيف الله الحال؟ فيك. طيبين. كيف الله يسعدكم يا رب، الله يديم فضلك، الله يديم فضلك. اول حاجه بعد الاذان يأذن بناكل التمر، ده اشرب ميه الاول. عندنا المشروبات السودانيه جونجوليز اللي هو تبلدي، وده حلو مر، وده كركديه مشهور طبعا. اما ده مشروبي انا الخاص، عباره عن بتعمل عصير ليمون، عصير ليمون في ميه بسكر، وقبل الاذان ب5 دقائق بتفتح عليه زجاجة بيبسي. جونجوليز او التبلدي صحيه ومعروفه انه يعني بيخفف الضغط ونبات الحلو مر ده بيتعامل بطريقه قبل رمضان بفتره تمره كده. جرب انت وورينا رايك فيه دلوقتي. يلا دي السفرة الرمضانية السودانية، بيميزها أكتر حاجة عندنا شوربة، تكون دائما شوربة عظم أو لحم فراخ أو لحم ضان. بعد ذاك عندنا طبعا العصيدة مش تقلية، اللي هي ملح التقلية اللي بيتكبى هنا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اسمها البليلة، دي كبدة. سلطة الروب اللي هو سلطة بالخيار، دي سلطة الدكوة اللي هو الدكوة دي زبدة الفول السوداني مع السلطة مع التطعيمة، طعمية أو فلافل. ده أقشي، أقشي دي خلطة خاصة سودانية، ولحم دجاج أو لحم عجل. ده الفول بالطريقة السودانية. دي سمبوسة. طبعا هي معمولة في البيت ومحشية بالزبيب وفول السوداني. شوف المكسرات.